عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. بيصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي بيصلي على الحبيب ابدا يا رب لا يخيب. اذكروا الله وقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب يجعل لساني عامر بذكر الله وقلوبنا كده يا رب منورة بنور الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نبدا يوم جديد وفيديو جديد وطاقه ايجابيه جديده. ربنا يا رب يصلح حال وحالكم جميعا. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس دمتم في حياتي نعمه. ربنا يا رب يصلح حالكم. بشكركم كل حبايبي، كل اللي بيسال عليا، كل اللي بيفتقدني، كل اللي بيسال ليه يا ماما مش بتنزلي فيديوهات على طول. والله العظيم يا بنات كل واحد ربنا اعلم بظروفه، بس الحمد لله الحمد لله يا رب والشكر لله. ربنا يا رب يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم امين. النهارده هبدأ معاكم الفيديو بتاعنا كده بكل نشاط وكل طاقة إيجابية. عندنا كده شوية أطباق كده في الحوض، فأول حاجة هنعملها هنخلص منها لأنها هتتكاثر أكتر من كده. لازم أول حاجة بخش أعملها على في المطبخ بتاعي، لو في مواعين لازم هي الأول اللي تخلص علشان أحس إن المطبخ بتاعي رايق ونضيف، علشان أشوف أنا هبدأ إزاي اليوم بتاعي وهنعمل مع بعض إيه، وهنشوف مع بعض في الفيديو هنعمل ايه وهنتغدى ايه والحلو اللي هنعمله ايه واليوم بتاعنا هيكون ماشي ازاي. دعواتكم كده يا حبايبي، ما تنسوش تدعوا لي وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا، وربنا يشفي كل مريض، وربنا يرزق يا رب كل الحبايب بالذريه الصالحه وكل مشتاق يا رب، اللهم امين. اهم حاجه بس اخلص من شويه الاطباق ومفيش حاجه الحمد لله يعني، لان بكون مخلصاها من اليوم اللي قبله. بس ديت الولاد كانوا اكلين، لو في فاكهه لو في حاجه، فده شويه مواعين ومفيش اكتر من كده. هشطبهم كده مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا هينتهي ازاي وهيبدا ازاي. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولو لسه ما اشتركتيش في الكل يسعدني ويشرفني انك تشتركي معانا في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله معاكي الفتره اللي جايه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. خلصت كل كده المواعين وشطبت الحوض وخلصت كل المواعين اللي كانت فيه. تعالوا بقى، كان عندي كنت جايبه كيلو ونص فلفل من اللي هو الشطه دوت اهوت الاحمر اهو، علشان انا بعمله هريسه شطه مش بخليها عندي. وقت ما بيتم من الفريزر لازم بجيب. طبعا انا عامله معاكم قبل كده الهريسه او الدجه بمعنى اصح. تمام، ده كيلو ونص اهوت. شايفين بسم الله ما شاء الله القرن عامل ازاي، حاجه كده تفتح النفس والله العظيم. تمام، هو اليومين دول موجود كتير في السوق، فالشطره اللي تجيب النهارده وتخزنه. هو بتخزن الفلفل يا مامونه؟ طبعا بتعملي دجه وبتحطيه عندك، مش تستغنى عنه اساسا. لو هتعملي كميه بتحطيها في الفريزر، لو هتعملي مثلا برطمان واحد عادي بتحطيه في التلاجة وبتستخدميه على طول. بتاخدي منه للسمك وبتاخدي منه للمحشي وبتاخدي منه للملوخيه وبتاخدي منه للمكرونه وبتاخدي منه لصينيه بطاطس. كل الحاجات دي انت بتعوزيها منه. تمام، انا جبت كيلو ونص وغسلته كويس وهسيبه كده يصفى عشان لو فيه شويه ميه، وهنعمل معاه هفرمه معاكم في الكبه ونشوفه مع بعض شكله بيكون ازاي. هي الكبه اهيت. هاخد بسم الله الرحمن الرحيم، نمسك الفلفل بتاعنا عادي وبتقطعيه الزمه اللي تحت دي خالص وبتقطعيه. تمام كده، عايزه تتخلصي من البذر بتاعه عادي، مش عايزه برضو بتسيبيه. تمام، اللي تعرفي تشيليه زي كده اهو شيليه، واللي مش تعرفي عادي قطعيه. بس انا عادي بستعمله لان انا ايه بعمله على طول وكده، فمش بيفرق سواء كان في بذر او مش في بذر. بس لو انت مش بتحبي البذر شيليه زي ما انا بعمل كده اهو. نقطع الكميه كلها ونشوف مع بعض شكلها بيكون ازاي. كده مليت الشفشف اهو زي ما انتم شايفين، ولسه معايا الباقي اهو. تمام، هانزل بعد كده معايا توم اهو متقشر، انا مقشراه وحطاه في الفريزر. هاخد منه قيمه راس، يعني تجيبي راس كده لو عندك مش متفرز كميه الراس بالظبط اهو. هناخد مثلا شويه قد كده. تمام، وهانزل بيهم في الكبه، وهانزل بمعلقتين ملح كبار. تمام اهو، معلقتين كبار ملح. هاخد الكلام ده كله هفرمه واوريكم بعد الفرم. بعد ما فرمت كل الكميه اللي معانا اهي شايفين
طبعا انا ما صورتش بقيه الكميه علشان ما يبان عن ان الفيديو يطول علينا. تمام. معانا ايه تاني؟ معايا هنا 3 ليمونات. لو الليمون بتاعك كبير زي كده هتعملي 3 ليمونات، لو الليمون صغير تحطي ايه 4. تمام. تمسكي الليمون وتعصريه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. صلوا على النبي يا حبايبي في الكومنتات، واللي بيحب النبي يحط لايك للفيديو. تمام. اهو هتعصريهم كده، تنزلي كل الميه اللي فيهم اهوت. لو في بذرة نزلت زي كده بتشيليها عادي. تمام. وتحتفظي بيه بقى في الفريزر للوقت اللي انت بتكوني مستعجله فيه. لو انت موظفه، لو انت شغاله، لو انت مثلا مش في وقت عندك وعايزه تعملي الاكل بسرعه، بتكون الحاجه دي جاهزه معاكي. تمام. وبتنفع في كل حاجه، كل حاجه. لو انت عندك شويه فلفل هيبوظوا عندك في التلاجة، بتقومي برضو تعمليهم بالطريقه ديت، وبتحتفظي بيهم في برطمان، وبتحطيه عندك في التلاجة او في الفريزر لو كميه كبيره. تمام كده. انا هي عملت كل الكميه. بسم الله ما شاء الله اهوت. طبعا الليمون، قشر الليمون دوت يا بنات انا مش برميه، انا باخده كده واغليه وبحطه على الصابون السائل بتاع المواعين. تمام. يعني كل حاجه احنا بنستنفع بيها. هنزل بعد كده بشويه خل. طبعا الخل بتاعي اصلا مركز فمش بكتر منه. لو انتي الخل بتاعك مش مركز بتحطي نص فنجان خل، اما انا الخل اللي معايا ده مركز فما بكترش منه. تمام. بتقلبي كده الكميه دي كلها اهي. والبطرمان اللي هتعبي فيه او العلبه اللي هتحتفظي بيها، علبه ثلاجه فاضيه، برطمان فاضي، الموجود عندك بتحطيه فيها وبتحتفظي بيه. تمام. هنجيب البرطمان نعبيه ونشوف كده اهوت. هنجيب البرطمان. طبعا انا معايا برطمان زي دوت، ده بتاع نوتيلا يا بنات اهوت عادي. الموجود عندك حط فيه، جزاز ماشي، بلاستيك ماشي. ده كان عندي اساسا وبستعمل فيه على طول، وبعمل فيه وقت ما بيخلص بعمل تاني. تمام. هنعبي فيه الكميه بتاعتنا كده وبحتفظ بيها. او شايفين النهارده برطمان هريسه الشطه بالشيء الفلاني. لو خشيتي اي هايبر او اي سوبر ماركت تجيبيه منه هتشوفي فيه مبلغ وقدره. انما انا جبت الكيلو ونص فلفل دوت ب 30 جنيه. شوف البطرمان النهارده يعدي 70 جنيه هريسه الشطه. واللي مش بيشتريها يعني يجرب كده ويشوف، وهو هيعرف اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. تمام. يبقى انت على قد ما تقدر وفر على نفسك، وفر على بيتك، وفر على روحك وعلى جوزك وعلى اولادك. طبعا الدنيا اصلا ما عادتش مستحمله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو طلعت النهارده تجيب البرطمان ده من بره هتسمعي مبلغ وقدره. اهو ده بيكون شكله. تمام. اهو هاخده كده على طول بحطه عندي في الفريزر. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. وبدنه عندي لحد ما بخلصه برجع اشتري واعمل من تاني. ده بيكون البرطمان اهوت بعد ما عملناه. وتعالوا بقى نغرف شكل الغدا بتاعنا النهارده. طبعا انا ما صورتش معاكم الغدا لان انا مصوره قبل كده معاكم عامله صينيه بطاطس وعاملين رز، وهنشوف النهارده شكل الغدا بيكون ازاي. ويا رب كده يكون اليوم بتاعي خفيف عليكم. بحبكم في الله، واللي بيحب منى واللي بيحب النبي يحط لايك للفيديو ويصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. هوريكم الغدا بتاعي النهارده. وكده كان اليوم بتاعنا خفيف، ويا رب يكون كده ايه سهل وبسيط. بحبكم في الله. اوريكم الغدا شكله ازاي. دي شكل الغدا بتاعي النهارده. عامله رز بالشعريه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهوت. شايفين الرز مفلفل وبسم الله ما شاء الله. نغرف مع بعض الغدا بتاعي النهارده. وعامله صينيه بطاطس في الفرن. وعاملين النهارده فضلة خيركم كده ديك شمرتي، ديك بلدي يعني صغير يا بنات مش كبير قوي. فعاملاه النهارده عشان الولاد ربنا يا رب يعافيهم ويشفي كل مريض عندهم دور برد كده ايه. ربنا يا رب يزيح عنهم ويصرف عن كل مسلم. اللهم امين يا رب العالمين. نغرف كده مع بعضنا الغدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اذكروا الله وقولوا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسوش دعوة ليا حلوة كده بصلاح الحال. ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا. تمام. كده غرفنا الرز. نروح مع بعض البطاطس. شايفين البطاطس شكلها عامل ازاي؟ بشهي والله، بشهي يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده اتفضلوا الغدا معانا.
غدا سهل وبسيط، ويا رب كده اكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يدخل كده على قناه منى ويشترك معانا من كلمه اشتراك اللي بالاحمر اللي تحت الفيديو. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، عشان عيلتي تكبر بيكم. تنوروني كده وتشرفوني في القناه، واللي لسه ما شافش القناه يشوفها ويعمل لي اشتراك ويحط لي لايك حلو. بعد ما غرفناه كده اتفضلوا معانا كده بألف هنا وشفا يا رب. تعالوا كده والله اتفضلوا معانا تشرفونا كده وتنورونا. دي الغدا بتاع النهارده. انا ما صورتوش معاكم لان انا مصوره قبل كده على القناه. وبحبكم في الله، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. واشوفكم على خير يا رب كده في فيديو جديد ويوم جديد وطاقه ايجابيه جديده. بنحبكم في الله، ما تنسوناش في اللايك وما تنسوناش في الاشتراك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستنوني الفيديو الجاي بامرك انت يا رب. تمام. بحبكم في الله. كده عملنا الغدا وعملنا الهريسه الشطه ودردشنا شويه مع بعض، وربنا يا رب يديم المحبه ما بيننا. انتوا بتشوفوني من ورا كاميرا، فربنا يحبب فينا خلقه يا رب، اللهم امين. محبه الناس دي يا بنات كنز ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمه علينا، وربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وبحبكم في الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.